ما تشتريش دهب خالص عشان الدهب هيبقى ب 2000 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من مجوهرات عمر بن عبد العزيز. احنا مش جايين نقلد يا جماعه، عشان كده جينا لكم من المكان السري بتاعنا. علماء الاقتصاد الفتره اللي فاتت لما الذهب وصل ل 5290 قال لك بس الذهب هينزل لحد ال 5000 وبعد كده هيزيد تاني. واحد تاني قال لك لا، الذهب هيكون ب 4000 ونص. المهم ان انت دلوقتي الذهب بقى ب 2000 ونص، بقى ب 2800. السؤال ليه ما تشتريش عشان توفر؟ طب بلاش، الذهب النهارده بقى ب 4500 و 4600 وبعد كده راح نازل 100 جنيه. هل بقى كل شويه هتفضل مبوز؟ هل كل شويه هتفضل زعلان؟ انا كنت ممكن اجيب ربع جرام زياده يا صاحبي. ما بتحسبش كده خالص. الناس اللي معاها فلوس دلوقتي ومش عارفه تعمل بيها ايه، انت داخل فيهم مصلحه؟ لا. طب انت رايح تشتري بيهم حته ارض؟ لا. طب انت هتعمل بيهم ايه؟ مش هعمل بيهم حاجه. طب انت هتشتري دهب امتى؟ هشتري دهب لما ينزل. ما بتتحسبش كده. بتتحسب ازاي؟ انا دلوقتي معايا قرشين اشتري دهب. انت دلوقتي ولادك صغيرين، لسه متجوز، بتستثمر، لسه هتخطب، معاك فلوس، بتقبض من اي مكان، اشتري دهب. اشتري دهب لو هو ب 6000، اشتري دهب لو هو ب 5000، واشتري دهب لو هو ب 4800، واشتري دهب لو هو ب 7000. اشتري دهب في اي وقت. تعال اقول لك بقى على فكره تانية تستثمر فلوسك فيها وبسرعه. انت دلوقتي بتدخل جمعيات، فداخل جمعيه ب 100000، هتدخل مثلا ب 8000 او ب 7000 او ب 9000. انا عايزك تشتري بيهم دهب في اللحظه دي. الشهر الجاي لما تقبض برضه تشتري بيهم دهب في اللحظه دي. وتعالى نحسب اللي هياخد فلوس ال 100000 مثلا ساعه الجمعيه هيبقى الدهب بكام. لو هو هيجيب 20 جرام فانت هتبقى جبت 22 جرام. حط فلوسك دايما في الذهب. انت بتتعامل مع محل مصداقيه مفيش مشكله، بس برضه لو في ناس حلوين زينا يبقى ليه ما تتعاملش معانا. احنا كل الفتره الجايه هنقول لك معلومات كتير، تابعنا وخليك عارف ان احنا بنتعب بس عشان نوصل لك المعلومه. وزي ما انتم شايفين في الفيديوز اللي احنا بنعرضها لكم ان احنا دايما عندنا كل حاجه تطلبها وتتخيلها، سبائك، مشغولات، كسر 00، مجوهرات عمر بن عبد العزيز. كل يوم معلومه جديده. وسلام.